ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنعمل اكله من المطبخ الكوري. الاكله دي بتتعمل باللحمه وبتتعمل بالفراخ واسمها بولجوجي. بتتقدم مع رز ابيض، بتتقدم في المطاعم وبتبقى غاليه جدا. ان شاء الله النهارده هنعملها في البيت. مقاديرنا: 450 جرام من صدور الفراخ المقطعه شرايح، عندي 4 معالق ميه، معلقتين كبار زيت سمسم بأكد، بصلتين كبار مقطعين شرايح، معلقتين كبار سكر، 4 فصوص توم مفرومين، 3 معالق كبار صويا صوص، نص معلقة فلفل أسمر. الفراخ زي ما انتوا شايفين لازم تبقى مقطعة شرايح رفيعة خالص زي الشاورما بالظبط كده، يعني على قد ما تقدري. عندنا كمان معلقة سمسم بتتحط على التتبيلة دي. احنا هنا هنعمل التتبيلة وهنحط كله على بعضه، طبعا ما عدا الفراخ. السمسم اللي عندنا يبقى متحمص، هي معلقة واحدة، لان هي دي اللي بتضيف الطعم مع زيت السمسم. هنقلب كويس قوي لغاية ما السكر يدوب معانا. الأكلة دي ما بيتحطش عليها ملح، احنا بنكتفي بالتمليحة بتاعة الصويا صوص. هنضيف التتبيلة على الفراخ ونقلبها كويس قوي. انا عايزة التتبيلة توصل لكل قطعة من الفراخ وتبقى يعني ايه متغطية بيها. تمام. بعد كده هحطها في التلاجة مدة ما تقلش عن 4 ساعات. بالعكس، كل ما زادت المدة كل ما كان أفضل، يعني لا تقل عن 7 ساعات كمان، كل هتبقى طعمها أفضل بكتير. هنا بعد مرور 7 ساعات عندي طاسة على النار. هنا بستخدم زيت نباتي عادي. الطاسة تبقى سخنة كويس قوي. هنزل ببصلة متقطعة شرايح وأشوحها بس تشويحة بسيطة، وبعدين أجيبها على جنب كده. زي ما قلتلكوا الطاسة لازم تبقى سخنة قوي. بعد كده أبدأ أنزل بالفراخ، هنزل بيها كلها مرة واحدة. ما أقلبش بقى، أفرد الفراخ كده في الطاسة تاخد السخونية علشان ما تجيبش مية. تمام، تبدأ تاخد لون. هنا بقى هبدأ أقلب. هقلب واستمر في التقليب لغاية ما تستوي كلها وتوصل للمرحلة دي. هزود معلقتين مية وعليهم معلقتين صويا صوص ومعلقة سكر وأقلبهم كويس قوي، وبعدين أحطهم على الفراخ وهي في الطاسة. للأسف أنا ما صورتهاش. الحركة دي بتعزز الطعم عندي قوي. تمام، وافضل اسيبها على النار لغاية ما توصل للمرحلة دي وتنشف ميتها. خلاص كده هي جهزت. هقدمها زي ما قلت لكم مع رز ابيض. طعمها حلو جدا، ان شاء الله تعجبكم. حاجة مختلفة، والشباب على فكرة هتعجبهم. في شباب كتير قوي بياكل الأكلة دي في المطعم وبيدفع فيها فلوس كتير قوي. كمان السبانخ دي معمولة على الطريقة الكوري. تمام، ان شاء الله تعجبكم. كنت معاكم نيرة سليم. باي باي، اشوفكم في فيديو جديد.